السلام عليكم ورحمه الله. نكملوا في واحد الفيديوهات تاع العدسات الرخاص اللي يعاونوا المصور باش يدير تصويره شابه ولا يطلع شويه المستوى تاعو في التصوير في العموم في الفيديو والعدسه برايم كيفاش تقول لي ما تصلحش. مهمه جدا لانه تعطي لك الفلو وتزيد لك الشاربنس حده الصوره. واليوم نحكي على وحده من الفئه تاع فول فريم. والكاميرات فول فريم على بالكم بلي غاليين، تسمى العدسات تاعهم حتى كيكونوا رخاصه حيكونوا شويه غاليين. هذه تاع اليوم 85 ملم 1.8 بالاوتو فوكس، شركه مايكي خدمتها. بصح شنو كتبوا لها فيها برو، وهذه كلمه برو شغل قلقتني شويه، على خاطر كاين واحد الميزات واحد العفايس التفاصيل راهم في هذه العدسه ماشي برو بالنسبه ليا. مثلا شوفوا البيلد كواليتي كيفاش مخدومه ماشي عيانه نورمال، صح ماشي مفينيه كما نقولوا حنا. كاين تفاصيل كيما اللانس هود هذاك تاع البار سولاي مخدوم بواحد البلاستيك يعيي. مثلا الابرتشر رينج هذاك الخاتم اللي تبدل منه فتحه العدسه تاع هذا اللانس شغل رهيف بزاف. كي تبدا تدور هكذا تقيس برك هذاك الخاتم تتبدل، ما عجبنيش. لو كان على الاقل داروا زعما كاش قفله باش نقدروا نخيروا هذيك الخاتم كي يدور يكون زعما ديكليك ولا يكليكي ويكون شويه يابس كذلك. حاجه واحده اخرى اللي لاحظت بلي ماشي برو هي الفلار كنترول. هما يكتبوا ملتي كوتد هكذايا شغل في البوطه كاتبينها، حاب يقول الزجاج تاع هذا اللانس شغل معالج باش كي تقابلوا مع الاشعه طالعه تاع الشمس ولا ما ينقصش بزاف الكونتراست. هي شوف باش ما نظلمهمش هذوما مايكي ماشي عيان في الفلار كنترول. دوك نوريكم شويه لقطات ماشي عيان صح كي يكتبوها ماشي زعما كتبوا 100%، لا بصح ماشي شغل واو، فهمتوني. راني مقابل الشمس سواسو بالبارسولاي و اف 2. شوفوا كي ندير يدي. حاجه اخرى لازم تعرفوها، انا راني حاقرها شويه هاد العدسه لانه راني مركبها في ابي اس سي كاميرا زد في ايتان مارك 2 اللي راني نفيلمي روحي دوكا بها بهاد العدسه. على بها شغل لاحظتوا بلي الاطار راهو شغل مزومي بزاف، حتولي واحد 135 ماشي 85 ملم. لكن هذا واش عندي حاليا، واني خمم نشري سوني اي 7 4 باش هكذا كي نجيب عدسات رخاص تاع سوني. عندي كاميرا شغل فاش تعجبني اي 7 4 تما فيها مود ابي اس سي ومود فول فريم، هذيك حكايه اخرى. نكملوا في العدسه هذه. تسمى وشنو هما الميزات اللي خلاوهم يكتبوا برو؟ ان ماي اوبينيون شاربنس. مقبل صورت بها زوميت في الوسط حتى الكروماتيك ابيريشن كنترول شغل لاباس. شوفوا الشاربنس تاع هاد العدسه الله يبارك مايكي شغل من ناجحين في هاد العدسات تاعهم الاخرانيين، هم يديروا شاربنس شابه في الوايت اوبن في 1.8. وهذه حاجه مليحه. صح السومه 300 اورو 300 اورو تما في الي اكسبريس كاين شويه زياده بالك تلقاها جود ديل ناقصه. انا تبان لي اذا لقيتها سومه شابه هاد العدسه شريها اذا تسحقها وعندك كاميرا سوني فول فريم ولا لوميكس ولا. بصح اذا ما لقيتهاش جود ديل بانت لك غير زيد تصبر وشوف حاجه بالك مستعمله في الجزائر. وفيما يخص البوكي لا غالب مايش عندي هذيك الكاميرا فول فريم كما قلت لكم، تسمى هكذاك وفيلميت بزاف في ايتان مارك 2 باش نشوف السيركولار بوكي زعما هكذا في الليل. كاين هذاك الاونيون ايفكت في البوكي، يعني شت الحبه بصله كي تقسمها على نص يا اخي يبانوا هذوك الخطوط اسمه الدويرات هذوك خطوط مدورين هكذا في البصله. في هذيك البوكي اللي هو شغل في الخلفيه اللي راكم تشوفوا هذوك الاضاءات مدورين، لاحظوا بلي فيهم هذوك السيركولر ايفكت تاع البصل. كاين اللي ما يحبش هذا التاثير هذايا، يقول لك هذه تما عيان هذا اللانس يعني البوكي تاعو ماشي اميزينغ. وكاين اللي ما يفيقش صراحه شغل نورمال. انا بالنسبه لي شغل نوت ديل بريكر هذو عفايس شغل كل واحد واش يحب فاهم. فيما يخص الاوتو فوكس ملاح نورمال، بصح ماشي زعما نقولوا دباس. وباش تعرفوا الاوتو فوكس تاعو شغل هارب بزاف لازم تجربوا، لازم تكسب العدسه. اي عدسه لازم تكسبها برك اذا كانت غاليه بزاف تاع جي ماستر هذوك الاخرين ولا. خاطر يقول لك حتى هذوك العدسات تاع تامرون اللي ملاح يعني بيشهرهم تلقى زعما قال لك واحد السيتويشنز وين الاوتو فوكس تاعهم ناقص، ما عندوش الريسبونسيفنس. ودوك راني قلت لكم بزاف في ايتان مارك 2 واني داير كل شغل بار ديفو، ماني متحكم ماني مريقلي حتى سنسيتيفيتي حتى سبيد والو. شوف اوب لاباس نقرب شويه. لا غنقرب شوفوا المينيموم فوكس ديستنس تاع هاد الناس. خلصت هنا تولي وشي شحال يبان عريض خاطر شغل كومبريشن. اللانس هذا ديروا في بالكم راهم مزومي دوكا. خساره وكان عندي فول فريم سبورت شو. المهم هذه هي العدسه تاع اليوم. واش رايكم؟ مازال يعني حنزيد نهضر على واحد العدسات اخرين.
واذا حبيتوني نجرب كاش عدسات ندير زعما مقارنه، خاطر شنو راني داير واحد الارشيف تاع كل ما نجيب عدسه اللي ما نهضرش كاع عليها في اليوتيوب زعما نبيعها ولا داك ندير بها تصاور تاع شاربنس واني نستحفظ عليهم في واحد الفولدر. شغل دوك كي نطم زعما بزاف هكذا تصاور تاع شاربنس تاع عده عدسات ندير مقارنه تاع زعما 5 عدسات على في فيديو واحده شكون اللي افضل في الشاربنس اذا عندكم كاش اقتراحات قولوا لي.